السلام عليكم، نتمنى من الله هذا الفيديو لقاكم في احسن الاحوال. اليوم اخواتي جيت بغيت نوريكم هاد الطريقه الجديده التركيه في حشي الباذنجان. تجي كيف تشوفوا منظر رائع سريع التحضير. صراحه ما كنتش نعرف ليها، ومن تعلمت ليها ولات عندي، ولات دائما عندي لانها منظرها ديالها راقي وزوين. نتمنى من الله تنال اعجابكم. تبعوني ان شاء الله، تشوفوا الوصفات، تشوفوا كيفاش نقطعوا هذا الباذنجان حتى تيجي هكا بهذا المنظر هكا. نتمنى من الله ينال اعجابكم. نبداو بلا صوص طوماط، هي اللي تنبداو بها الاولى. تنشد مطيشه كيف تشوفوا هنا، تنحكها، تنزيد عليها الثوم ونزيدو عليها التوابل ونخليوها حتى تتشحر مزيان. نزيدو عليها الملح، ها هو فلفل احمر، زنجبيل، كركم، صلصه طماطم تتعطيها واحد اللون، نخلطوا مزيان هذا المكون ديال الصلصه ديال الطماطم. الصلصه اللي بينا نوجدو دابا، لاصوص طوماط اللي بينا نوجدو، نخلطوها مزيان ونخليوها حتى تتعقد. كيف تنوجدو؟ من تنبغيو نوجدو الشكشوكه، تنوجدو هاد مطيشه نخليوها ان شاء الله حتى هي لا باز اللي بينا نخدموا بها. ونمشيو ان شاء الله نقطعوا هنا البصل، نشد البصل نحكو مزيان. هنا بينا نديرو تتبيله ديال الكفته. قياس الكفته البنات كان قياس على حساب العبار اللي شحال بغيتو تتعمروا. انا كان قليل، هنايا قطعت غير نص كورجيت، نص كاره. هانتوما زدت على جوج لان القياس اللي بيت نعمر ماشي كتير بزاف. نحك حتى هي لا كورجيت، وهذه اختيار، يعني تقدروا نتوما تخدموا باي حاجه تعجبكم تعمروا بها الكفته، تديروها مع الكفته تعجبكم. هذه المره انا بدلت، ما درتش غير البصل، ولكن شديت الفلفل ها هو الاخضر قطعته طريفات صغار. الكوسه ولا القرع ولا الكورجيت شديتها حكيتها، وشديت البصل وحكيته. نزيد عليه توابل، الملح، فلفل احمر، كركم، زنجبيل. تعجبكم الحار، تعجبكم منسمات اخرين نزيدوا قزبر ومعدنوس، تعجبكم شي حاجه اخرى تقدروا تضيفوها. ما تعجبكمش الخضر في الكفته وبغيتوا غير الكفته بالبصل، ديروا غير الكفته بالبصل. يعني هذا تتبقى اختياريه، انا مره تنبدل. كيف تشوفوا كميه الكفته هي ما كانتش كميه كثيره لاني ما معمراش شي حاجه كثيره، ولكن الكفته تتبقى حتى هي على حساب شحال بيتو تعمروا تاع الباذنجان. واش بغيتو تعمروا بهاد الكفته ولا بغيتو تعمروا غير بالكفته ديال الدجاج، ولا باي حاجه تتعجبكم وتجيكم من السماء تقدروا تعمروا به. يعني هذا تتبقى تنعطيكم الفكره ونعطيكم الشكل ديال التقطاع كيفاش بغيتو باش يجيكم المنظر ديالو. نتوما تقدروا تخدموا بهذه، ولا تقدروا تخدموا المتبلات اللي تديروا تاع الكفته ديالكم معتاده. نمشيو دابا الباذنجان نوريكم التقطاع ديالو. تنقطعوه على نصفين. انا من عشاق الباذنجان، يعني تنقلب دائما على الجديد فيه، وان شاء الله نحط لكم بزاف الوصفات اللي يكونوا في الباذنجان. الباذنجان المحشي، الباذنجان باشكال. تنجيبوا هنايا عندكم مغرف، عندكم حديده بحالي كي تنخدم بها، اي حاجه عندكم تقدروا تقطعوا بها. نجيو نورو التشكيله دابا. تنبداو نقطعوا. علاش محتاجين ليه لانه ما بيخليناش نوصلوا حتى الاخر، وبيكون عندها واحد المنظر كيف شفتوا في الاول غزال. تنقطع 6 اطراف والسابع تنبرك على الموس. تنقطع 6 اطراف ها هو، والسابع صافي تنحيدو. نعاود نحسبو: 1 2 3 4 5 6 7. تنقطع
7 صافي تنقطع. تقدروا ديروا كتر، تقدروا ديروا قل، تتبقى اختياريه. انا تعجبني هكا، تجيبها بمنظرها زوين بزاف. 6 و7 تنقطع. ها هما نمشي انا شوك تيجيو ها كيفاش بيجيوكم ان شاء الله. ها نتوما تيجي محلوله بهذا الشكل، منظرها راقي، منظرها رائع وسريع وسهل التحضير. هنا نجي هنا نديرهم هنايا، نعمر عليهم شويه الملح وشويه الماء ونخليهم باش ما يكحلش ليا الباذنجان من حدي تنقطع فيه. ومنها ها هو نخليهم لحد تنقطعوا. وانا تنديرو هكاك نوريكم ثاني. نحيدوا ليه الراس ديالو، نخشي بينهم بجوج. هنا تنحتاج عندكم مغرف، عندكم اي حاجه اللي بتقدر توقفكم ما توصلكمش التقطيعه حتى لتحت ديروها. ها هو بهكا تنضمنوا ان شاء الله بلا ما وصلناش تقطيعه حتى لتحت ديالو. تندير 6 و7 تنقطع باش من نحليوه. شوفوا كتيجي المنظر ديالو هكا تيجي. كمل انا التقطاع، وهادوك تنحتاجهم غير باش يوقفوني، باش ما يخليونيش نوصل. نحطهم في الماء اللي درت فيه الملح. نزل الباذنجان عاوتاني نوريكم عاوتاني باش تفهموا الشكل. نقطعها على جوج. كيف قلت لكم انا من عشاق الباذنجان، شي حاجه اللي تنموت عليها هي الباذنجان. تنقلب دائما على وصفات جدادات اللي يكون عندهم منظر زوين، منظر راقي. تعجبني حاجه ماشي غير في الماكله الاكل ديالو، لكن حتى المنظر كيف تعرفوا المنظر تعطي حتى هويا لونفي واش ناكلوا الحاجه ولا ما ناكلوهاش. يعني بهذه الطريقه تنقلب على الجديد. تيعجب الوليدات هكا ملي تيشوفوا طبق عنده منظر زوين تيفضلوا يجربوا تيذوقوه. منها تنولفوهم ياكلوا الخضار. الخضار كيف تعرفوا راها صحيه. نجيو هنا للطبق. انا عندي طبق دائري اللي باغي يدخل الفرن. ندير لاصوص طوماط ها هي اللي وجدنا. هذه لاصوص ها هي عقدات لينا صافي وجدات. ونجيو للحشي الباذنجان. ها هو دابا هنا تنجي تنبدا تنحشي بالكفته اللي وريتكم اللي صايبنا في الاول. ها هي الكفته اللي صايبنا في الاول. نبداو دابا تنحشيو بها. ومن بعد نديروه في الفران وندخلوه على درجه حراره حتى يطيب ويجينا في المنظر ديالو. تيجي في المنظر ديالو راقي ورائع. ونتمنى من الله ينال اعجابكم لانه صراحه يستاهل التجربه.
وهنا تنستفو كيف تعجبنا في اللاطه، يعني تقدروا تستووا هكا كيف استويتو انا في لاطه دائريه، تقدروا ديروا لاطه اي لاطه عندكم تدخل الفران تستفوا فيه بهذا المنظر. من بعد من تنبغوا تنحطوه فرديين، يعني كل واحد تنحطوا ليه وحده ديالته بلا صوص طوماط، تيجي مذاق رائع، منظر رائع، يعني يعجبكم ان شاء الله. انا متاكده بلي هذه الطريقه تولي معتمده عندكم كيف هي معتمده عندي. هنا دخلتو الفران، ها هو من طاب، خرجته ووريته لكم. نتمنى من الله ينال اعجابكم. ما تنساوش كانت اول مره تزوروا القناه لايكيو لا فيديو. نتمنى من الله هذا الفيديو تاخذ اكبر عدد من لايك، تنقول بلا تستاهل واحد 1000 لايك. نتوما وصلوها باش ما قديتوا توصلوها لي لايك، نرجع ليها ان شاء الله من دابا واحد العام ونقول لكم واش وصلت ل 1000 لايك ولا ما وصلتوش. بالنسبه لي انا تقدر توصل ان شاء الله حتى ل 1000 لايك. هاد الفيديو تستاهل 1000 لايك، وانتم وصلوها شحال ما بغيتوا.